ده بقى يا سيدي بطلنا تشو جيان، السيد الشاب لعائلة تشو، واللي بتكون واحدة من العائلات الأربعة العظيمة في مدينة تيان شوي، واللي ساعتها بيجري على حبيبته علشان يطمنها وإنه خلاص لقى طريقة علشان يزيل بها السموم اللي في جسمها، يعني خلاص هيرجع لها الموهبة بتاعتها من تاني. أما تشو بقى بيكون عنده الموهبة منذ الطفولة، وبعد إيقاظ سلالة يانج التاسعة في سن ال14 ساعتها قدر إنه يخترق العالم. بس خلال الثلاث سنين الأخيرة السحر بتاعه توقف، وسبب التوقف كان حبيبته ليو، واللي بتكون ابنة رئيس عائلة ليو، واحدة من الأربع عائلات الكبرى في مدينة تيان شوي. وفي الوقت ده بنشوف تشو بيوعد ليو وإن هو هيطلب من باباها يتجوزه، وفي خلال شهر هتبدأ مسابقة تجنيد طائفة شوانجيان، ومع بعض ممكن ينضموا لطائفة شوانجيان ويبقوا زوجين من الملوك. بعد كده بيحاول تشو يطرد آخر قطعة من السم البارد اللي موجودة في جسم ليو، وبيستخدم ليو في العملية دي جوهرة ودمه، وهم جوهر المحارب، وده اللي وقف زراعته. في اللحظة دي بنشوف تشو واضح على ملامحه الإرهاق والتعب. بعد كده بيطلع قطرة من دمه وبيحطها على جبهة ليو، وبغض النظر عن عدد المرات اللي مر فيها بعملية فقدان الجوهر والدم، بس الموضوع كان علشان حبيبته، بس الموضوع برضه كان مؤلم جدا. وفعلا بعد كده بنشوف تشو بيطرد كل السموم الباردة من جسم ليو، ولكن فجأة ليو بتظهر وشها الحقيقي، بتتحول لإنسانة قاسية ما عندهاش أي مبادئ. بعد ما كانت مفهمة إنها بتحبه وميتة في دباديبه، بتفهمه أساسا إنها بتحب شخص تاني. على الغدر يا بنت الغدارة. وبنعرف إنها لما قربت منه ده كان مجرد تنازل منها، وهي أساسا بتكرهه وما بتحبوش، وكان كل التمثيل ده بس علشان يعالجها. في الوقت ده تشو بيتألم جدا، وهنا بيفهم إنها كانت مؤامرة علشان بيقدم لها دم بدون انقطاع خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، وده شيء بطأ زراعته. بعد كده بنشوف ليو بتستغل الإصابات الخطيرة اللي في جسم تشو، الإصابات اللي كانت بسبب محاولات إنقاذها، فبتحاول تقتله. ولكن في اللحظة دي تشو بيقول لها انت لسه ما شفتيش قوة الجحيم اللي جوايا، لازم تعرفي اني مش هرحمك. ولكن في اللحظة دي بيظهر الابن التاني لحاكم مقاطعة تيان شوي، واللي اسمه يانج يوان. في الوقت ده بتجري ليو عليه، فبيفهم تشو ان هو ده الخاين عشيق ليو، هو ده العشيق اللي تأمرت معاه ضد تشو. ولكن في الوقت ده بيشوف تشو ان هو مش قدهم هما الاتنين، وخصوصا ان يانج يوان في المستوى السادس، فبيقرر يهرب في اللحظة دي. ولكن وفجأة يوان بيوقفه وبيوجه له ضربة قوية. بعد كده بنشوف يوان بيستخدم قوته وبيوجهها لصدر تشو، وده علشان يكسر له الداني تاني الخاص بيه. ولكن وفجأة بيفوق تشيم بكل قوة، وبنشوف هالة من الضوء الأبيض بتصدر من جسمه. ساعتها بيمسك ايد يوان. في اللحظة دي تشو بيقول لنفسه ازاي يجرؤ يوان يستخدم التقنيات السحرية المحرمة. بعد كده بنشوف يوان بيضحك ضحكة شريرة، وبيكون حواليه هالة من الطاقة الروحية، وعينه بتتحول للون الأبيض، وبيقول أخيرا خلاص سلالة جي وانج ملكي. بعد كده بيدي ليو 6 مستويات زراعة تشو، وبيكون حواليها هالة من الطاقة. في اللحظة دي يوان بيقول لها خلال شهر هيتم عقد حفل تجنيد طائفة شوانجيان، وكده انت مستعدة. ولكن في الوقت ده تشو بيتألم وبيهددهم، بيقول لهم انه مش هيسيبهم ابدا حتى لو مات. بس ليو بتوجه له ضربة قوية بتقضي على القوة اللي باقية في جسمه. وبعد كده بنشوف تشو راقد على الارض، ولكن بتخرج هالة كبيرة من الطاقة من السماء وبتخترق جسمه. في اللحظة دي بنشوف السماء مليانة رعد، وفي الوقت ده بيكون تشو روحه مكسورة ومستوى زراعته بيكون 0، واختفت كل السلالات نانين يانج الخاصة بيه. فبيشوف تشو ان هو خلاص بقى عديم الفائدة، وبيغضب وبيثور على حاله، وان هو مش لازم يتخلى عن الحياة ابدا ولازم ينتقم. بعد كده بنشوف تشو بيتألم وبيسمع صوت بيكلمه، وفجأة بيظهر برج ضخم من السماء. وفي اللحظة دي بيتساءل تشو ايه ده، فبيرد الصوت وبيقول له ده يبقى برج الفوضى العليا، وهو سر فوضى السماء والأرض. ولكن وفجأة بتخرج هالة كبيرة من الطاقة من برج الفوضى العليا، وبتتجه مباشرة لتشو. وفي اللحظة دي بيبدأ إصلاح الداني تاني الخاص بيه، حتى خطوط الطول المكسورة بيتم ربطها، وساعتها بيتفاجئ تشو. بعد كده بيظهر ضوء قوي جدا
جدا بيحجب الرؤية عن تشو، وفجأة بيلاقي نفسه رجع تاني للغابة، وبيكون معاه تقنية فوضى الأرض والسماء، وكمان قدر يثقل سلالة الفوضى العليا. بعد كده بنشوف عيون تشو بتشع طاقة في كل مكان، وبكده بيمتص تقنية سر فوضى الأرض والسماء. في الوقت ده بنشوف تشو مبسوط جدا، وبيقول لنفسه اداني تاني اللي تم إعادة شفائه بقى أكتر اتساع من قبل كده، حتى خطوط الطول بقت أكتر صرامة عن قبل كده. والنقطة الأهم هي إن السلالة العليا دي مذهلة جدا، وحسب فهمي سلالة صحوة المحارب دي ما فيهاش إلا 4 مستويات، وهي السماء والأرض والأسود والأصفر. وفي سلالة قديمة فوق مستوى السماء، وأي محارب بيصحى في المستوى ده بدون أي استثناء بيبقى راجل قوي. في الوقت ده بيشوف تشو إن دي ممكن تكون السلالة العليا من الفوضى، وبيقول لنفسه هي دي ممكن تكون السلالة الأسطورية القديمة الخالدة، دي فرصة مش لازم أضيعها أبدا، لازم أثقل التقنية دي في أسرع وقت. وبيقعد تشو علشان يقوم بالزراعة. في اللحظة دي بتتكون حواليه هالة من الطاقة البنفسجية، وبتتحول عينه للون الأبيض، وبيشوف إن الزراعة عنده اتحسنت للمستوى الثالث من تدريب الجسم، وده شيء خد منه ساعة ونص في التدريب. أما الأشخاص العاديين فبياخدوا أكتر من 10 سنين علشان بس ينجزوه. بعد كده بنشوف تشو مبسوط، وبيقرر يدور على لي ويون علشان يصفي حسابه معاهم، ولكن ما بيقدرش وبيفقد الوعي. بعد كده بيفوق تشو بيلاقي نفسه على سريره، وبتكون اللي رجعته هي الخادمة بتاعته رهوة، وبتسرق علشانه الدواء كمان. ولكن في اللحظة دي بيمسكها تشوهي وبيضربها، وبيبلغ تشو انه ما عادش السيد الشاب للعائلة، ووفقا لجميع الاباء والحكماء هيعملوا مسابقة خلال 10 ايام، وده علشان يختاروا السيد الشاب الجديد. ولكن تشو بيطلب منه ينحني ويعتذر لرهوة، فبيرفض تشوهي. في اللحظة دي بيستخدم تشو تقنية الضغط على الصندوق، وبيوجه ضربة قوية لتشوهي، ضربة قوية بترقده على الأرض، وهنا بيتفاجئ الكل. بعد كده بنشوف تشو بيخترق للمستوى الرابع، وبياخد المزيد من حبوب للتلطيف، ولكن فجأة بتخلص الحبوب، فبيقرر يروح للأخ دان علشان ياخد حبوب أكتر. بعد كده بنشوف الكل متفاجئ ازاي تشو لسه محتفظ بزراعته، وبيشوفوا ان اكيد في سر ورا الموضوع. في الوقت ده بيوصل تشو للشيخ العظيم، واللي بيكون اسمه دان بافيليون، وبيطلب منه حصته من حبوب تجميع التشي. بس الشيخ دان بيديله 6 حبوب تلطيف للجسم بس، في حين ان حصته كانت بتبقى 3 حبوب تجميع التشي، والفرق بين الفعالية بين الاتنين اكتر من 10 اضعاف. في الوقت ده بيشوف تشو انه لو استخدم 3 حبوب تجميع التشي هيخترق مباشرة للمستوى الخامس، لكن دلوقتي لازم يدور على طريقة تانية علشان يحصل على حبوب التلطيف من مكان تاني. وبعد كده بيوصل تشو لبرج الفوضى الأعلى، وبيقرر يدخله يمكن يلاقي مفاجآت أكبر مستنياه. ولكن في اللحظة دي بيتفاجئ بتشكيل تعويذة المصادر، واللي بتكون 10,000 داوس، وده يعتبر تشكيل تعويذة الميراث، ودي أعمق مهارة سرية في قارة تيانو كلها. ومصفوف تعويذة المصادر 10,000 هي مجموعة لكل تشكيلات التعويذ اللي موجودة في العالم، زي طلسم النار وطلسم الماء وطلسم الريح وطلسم الحركة، وبيكون فيها كل اللي محتاجه تشو. وبمجرد ما بيمد تشو ايده جوه المصفوفة بيحصل على مصفوفة الكيمياء، وبكده لو قدر يفهم تشكيل الكيمياء يقدر يصنع اي اكسير هو محتاجه. ولكن في اللحظة دي بيمتص تشو مصفوفة الكيمياء، وبيقرر يشوف المواد اللازمة علشان يحسن حبوب تقوية الجسم، وده علشان يستوعب مصفوفة دانفو الصعبة. وفي اليوم اللي بعد كده بيوصل تشو لمتجر الأكاسير، وده علشان يحصل على سحر القوة. في اللحظة دي بيقابل ليو جاو يانج اخو حبيبته الخاينة، وبيتهموا جاو يانج بالنصب وانه بيبيع تمائم مزيفة، وبيطلب من تشو لو عايز فلوس ممكن ينحني قدامه، فهنا تشو بيهزقه. في اللحظة دي بيغضب جاو يانج ولسه هيستخدم تعويذة الربيع الجبلي على تشو، بيتفاجئ ان تشو بيكسر له ايده. وبعد كده بيظهر ليانج جيو شان شيخ القانون في جناح ليانج فوق، وبضربة واحدة قوية بيرمي تشو لبعيد. وفي نفس ذلك الوقت جاو يانج بيستنجد بيه وبيتهم تشو انه عاوز يقتله. وبعد كده بنشوف ليانا بيحقق مع تشو، واللي بيشوف ان ليانج هاجمه من غير ما يفهم، فليانج بيغضب. وفي اللحظة دي تشو بيفهمه ان جاو يانج هو اللي بدأ. وبعد كده بيظهر الشيخ تشانج وبيتهم تشو انه بيستخدم السحر المعزز للطاقة علشان يضاعف التأثير، فبيطلب منه تشو يديله 300 حبة للجسم، وساعتها هيعرفه القوة بتتضاعف ازاي. فبيوافق تشانج وبيديله 500 حباية مش 300 بس. بعد كده بنشوف تشانج بياخد تشو المختبر الخدمة علشان يقدم له الحبوب، ومجرد ما بيحط تشو التميمة في مرجل الأكاسير ساعتها بتصدر طاقة هائلة. في
في اللحظة دي بيتفاجئ الكل وان ازاي قوة تشو ممكن تضاعف القوة. فبيشوف ليانج ان تشو موهبة عظيمة في الخدمة العسكرية، ولكن بيغضب جاو يانج وبيهجم بكل قوة بسكينة على تشو، بيندفع بكل قوة علشان يقتله. ولكن في اللحظة دي معلمه تشانج بيضربه على وشه وبيرميه لبعيد، وبيطلب من رجالته ينزلوه تحت وبكده يبقى بيحمي تلميذه. في الوقت ده الشيخ ليانج بيطلب من تشو ينضم لجناح لينج فو، ولكن في اللحظة دي بيظهر سيد جناح ليانج فو، وساعتها بيقول لتشو من اللحظة اللي انت دخلت فيها لهنا انا لاحظتك، ومضاعفة القوة مش ممكن تعملها بتعويذة سحرية زي دي. وبيطلب من تشو ينضم للجناح، وساعتها يقدر يستخدم الموارد اللي موجودة في الخزنة، وكمان افعاله مش هتبقى مقيدة. ولكن في اللحظة دي بيشوف تشو ان بالطريقة دي مش هيبقى قلقان على المواد المستخدمة في الكيمياء، وكمان مع حماية سيد الجناح مش هيهمه اي حاجة. في الوقت ده بيوافق تشو. بعد كده بنشوف سيد الجناح بيديله رمز القلب العالم العائم من الدرجة الاولى. بعد كده بيطلب تشو ال 500 حباية من تشانج. وفي قصر عائلة ليو بنشوف جاو يانج بيعيط، وكمان اخته ليو غضبانة جدا. وفي اللحظة دي يوان وليو بيتساءلوا ازاي ممكن لتشو يقاتل جاو يانج بعد كل اللي عملوا فيه. في الوقت ده ليو بتوعد اخوها انها تنتقم له. وبعد كده بنشوف تشو بيقوم بالزراعة، ولكن فجأة عينه بتشع طاقة في كل مكان وبيصرخ، وبيكون مستواه ارتفع 6 مرات متتالية مرة واحدة، وحاجته للزراعة زادت، وده كله بسبب ال 500 حباية لتلطيف الجسم. وساعتها وفجأة بيهجم عليه لص بكل قوة، وبيوجه قبضة ضخمة وقوية لتشو. ولكن في اللحظة دي بيتفاجئ اللص بقوة تشو، واللي بيقدر انه يقمع قوته. وفي الوقت ده تشو بيسيب اللص يهرب. وبعد كده بنروح لمسابقة تجنيد السيد الشاب الجديد، وبنشوف تشو هان بيكون هو الخصم الأول لتشو، وكمان بيكون الشيوخ كلها بتدعمه. وفي ساحة المعركة مجرد ما بتبدأ المسابقة بيتفاجئ الكل بقوة تشو. وفي اللحظة دي بنشوف قبضة تشو بتصطدم بقبضة تشو هان، وحوالين تشو هان هالة كبيرة من الطاقة البنفسجية، يعني بيكون في تعادل بين القوتين. وده بالرغم ان تشو هان مستوى زراعته هو سترة. وفي الوقت ده تشو هان بيشوف ان تشو من نفس مستواه، لانه مش قادر حتى يوجه له ولو لكمة واحدة. في اللحظة دي بيستخدم تشو هان قوة لكمة الرجل وقوة الموجه، بس تشو بيتفاداهم وبتكون ضرباتهم متعادلة. وفي نفس ذلك الوقت بيشوف واحد من الشيوخ اللي بيدعموا تشو هان ان المعركة لو استمرت بالشكل ده تشو هان هيخسر. وفي اللحظة دي بيقرر يساعد تشو هان. بعد كده بيدي الشيخ حبة تحسن الفرد بالقوة لتشو هان، وبيكون الاكسير ده مدمر جدا. وبمجرد ما بياخده تشو هان مستوى زراعته بيخترق عالم الطاقة، وبيتكون حواليه هالة كبيرة من الطاقة البنفسجية. وفي اللحظة دي تشو بيفهم اللي حصل، وفجأة بيوجه لتشو هان ضربة قوية بتعلم في رقبته. وفي الوقت ده بيستخدم تشو تعويذة تعزيز القوة، وبيوجه ضربة قوية لتشوهان، ضربة بيخرم بيها جسمه. فبيتفاجئ الكل، وبكده بيحتفظ تشو بمنصب السيد الشاب. وبعد كده بنشوف دام بيقدم هدية لتشو، واللي بتكون عبارة عن حبوب تجميع التشي. بعد كده بيقرر تشو ينعزل، وده علشان يقوم بالممارسة، لأن الأهم من ده كله إن بعد 20 يوم في مدينة تيان شوي لازم يلتحق بمسابقة تجنيد طائفة شوانجيان. وخلال الزراعة بيشوف تشو ان حبوب تجميع اللي تشيل اديها له دان فعالة جدا، ووصل للمستوى التاسع، وده المستوى المطلوب للمشاركة في مسابقة تجنيد طائفة شوانجيان. وبيكون في جسم الانسان 20 خط طول، منها 12 خط طول عادي و8 غير عادي. ومعنى وصول تشو للمستوى التاسع يبقى الخطوط ال 12 العادية اتفتحوا، اما بخصوص ال8 بمجرد ما تتفتح هيقدر يوصل للحالة النهائية للجسم، ويقدر يوصل للهيئات الخمسة العليا الأسطورية. في اللحظة دي بيشوف تشو ان هو لازم يسعى لفتح ال8 خطوط الغير عادية، وبيفكر انه علشان يحصل على الموارد لازم يكسب فلوس. بعد كده بنشوف تشو بيوصل لسيد الجناح يانج، وده علشان يقدم له التعويذات اللي قام بتحضيرها. في الوقت ده بيكون واضح على تشو الارهاق، وبيكون حوالين عينه اسود. في اللحظة دي بيعجب يانج بالعمل العبقري لتشو، وبيقول له انه واضح على وشه الارهاق، فبيشكره تشو على اهتمامه، وبيفهمه انه ما نامش كويس الليلة اللي فاتت. في الوقت ده بنشوف تشو بيفكر وبيقول لنفسه ازاي ممكن انام كويس، انا لسه محتاج اصنع تعويذات كتير، لازم ابيع تعويذات واختام علشان اكسب فلوس. وبيكون تشو في حالة فوضى وما نامش
طول الليل. بس في الوقت ده قدر يفهم كل تشكيلات التعويذات، وخصوصا اللي موجودة في تعويذة ال10,000 دواء الأصلية. وبعد كده بنشوف سيد الجناح يانج بياخد تشو علشان يستقبل تشوهان. وللعلم تشوهان غير تشوهوان، وتشوهوان اللي بيستقبلوه ده بيكون شيخ شركة وانو التجارية، وبيكون معاه شيا ابن شيخ شركة وانو التجارية. وفي الوقت ده بتطلب شيا كل التعويذات اللي صنعها تشو علشان تتعاون معاه، وبتكون سلالة تشينج عندها قائمة الثروات الأكثر شهرة، فبيفكر يخترق خطوط الطول ال8 الغير عادية. بعد كده بنشوف شيا بتهديه البطاقة الVIP الخاصة بشركة وانو التجارية، وبيكون فيها 10,000 يوان من الوجبات الخفيفة من الدرجة الأولى، وكمان هيضيفوا له الأموال اللي بتنتج عن بيع التعويذات في المستقبل. والبطاقة دي حتى الأمراء في أسرة تشينج صعب يحصلوا عليها. وفي الوقت ده بيبلغوا هوان إن هم محتاجين له في خلال 10 أيام، وده علشان ينقي 2000 تعويذة شانغبن علشان يرفعوا لهم مستوى الشركة. وبعد كده بنشوف شيا بتمسك التعويذات وبتتفقدها، وهنا بتديها ليانج، فبيقول لها أنا واثق هنا إن مفيش مشكلة. بس بيتفاجئ يانج بعد كده وبيضحك، وبيفهم إن تشو مخبي حاجة بعمق، وبتكون التعويذة متسخة شوية. وفي اللحظة دي بيفهم إن تشو اتعمد يقيد حدة التعويذة ويقلل من جودة قوتها. وفي نفس ذلك الوقت شيا بتبلغه ان السيدة جاية المرة دي للمقاطعة، وتشو هيبقى بالنسبة لها حاجة مثيرة جدا للاهتمام. بعد كده بنشوف تشو بيقوم بالزراعة، وبيكون قدامه هالة كبيرة من الطاقة اللي بيخرج منها كتير من التعويذ، وبيقول بغض النظر عن مدى جودة ختم تعويذة من المستوى الأول، بس شجاعة التعويذة منخفضة جدا والقيمة لسه محدودة. وفي الوقت ده بيفكر تشو وانه لو خد خطوة تانية للأمام في صنع الرموز ساعتها يقدر يعتمد على التعويذة من مصادر الطلاسم، ويقدر يسكن التعويذات اللي من المستوى الاعلى. وبعد كده بنشوف تشو بيروح علشان يقابل الرئيس سو. في الوقت ده بتظهر له ليو وبتحاول تتريق عليه وبتقلل منه، وبتقول له انت لازم تفرح ان انا سبتك على قيد الحياه، وبدل ما انت عمال تتباهى في كل مكان لازم تختفي بدل ما تجذب ليك الانظار. ولكن تشو بيهزقها. في اللحظه دي بقى بتغضب ليو، وفي نفس ذلك الوقت بيظهر رئيس فرع بنك وانو التجاري سو، وبتطلب من تشو ما يلفتش الانظار ليهم، وبيكون معاها الآنسة شيا، وبيطلب من تشو يروح معاهم للغرفة الخاصة بالنقاش. وقبل ما بيتجه تشو معاهم بيقول لليو انت مدينة ليا بدين، وعاجلا ام آجلا انا هطلب منك ترجعيه ليا قطعة قطعة. بعد كده بنشوف تشو بيرفع كيس كبير مليان بالتعويذ، وبيقول لسو تعويذات الرئيس سو عددها بين 2000 وال1000 وكلها موجودة هنا. في اللحظة دي بتتفاجئ سو وبتقول لنفسها حتى انا عمري ما شفت الكمية دي كلها من التعويذات في وقت واحد، ازاي تشو قدر يعملها بالسرعة الكبيرة دي؟ بعد كده بيعرض عليها تشو التعويذة علشان تتفقدها، وبيطلب منها تسعرهم، وبمجرد ما بتمسكهم سو بتتفاجئ وان هم تعويذ من المستوى التاني، وبتطلب من شيا انها تتاكد، فبتستخدم شيا قوتها. وهنا بتبلغها ان تشو لو استمر في ممارسه قوته البدنيه هيبقى قادر يصقل التعويذات الروحيه من المستوى التاني. في الوقت ده سو بتقول واضح كده ان مهارات السيد تشو كويسه فعلا، ال2000 تعويذه روحيه من المستوى الاول والتعويذات الروحيه من المستوى التاني والتالت، انا على استعداد اني ادفع 150,000 علشان اشتري، وممكن نبقى شركاء مؤقتا. في اللحظة دي بيتفاجئ تشو وبيفرح جدا لأن ال150,000 دول يعتبروا دخل عائلة تشو خلال ال3 سنين كلهم. بعد كده سو بتبلغ تشو إن هيبقى عندهم مزاد واسع واللي هتقوم بيه الشركة، وبتطلب منه يحضر المزاد. بعد كده بنشوف تشو بيروح للسيدة سو في الأوضة رقم 1 في الدور الثالث، وده علشان تساعده يحصل على مهارة الفنون القتالية المفضلة. في الوقت ده بيبدأ المزاد وبيتم عرض سيف من الحديد البارد. وقتها يوان بيحاول يشتريه ليو لانه مناسب لخطوط الطول ال3، ولكن السيدة سو بتشتريه لتشو، وده اللي بيضايق يوان وليو قوي. وبعدها بيتم عرض سيف تقيل مصنوع من الحديد الاسود. وقتها تشو بيقول لنفسه برج الفوضى الاعلى بيتفاعل مع السيف ده، وبيقرر يشتريه. ساعتها السيدة سو بتقول له انت ضيفي، وبتعرض تشتريه هو كمان وتديهوله، فبيشكرها تشو. وبترجع بعدها تعرض عليه انها تشتري له اي شيء تاني ممكن يعجبه في المزاد، ولكن في نفس الوقت بيتم عرض حجر روحاني لفنون الدفاع عن النفس، وبيكون من الدرجة المنخفضة على مستوى شوان، ولان سعره عالي بيكون ممكن بس للعائلات الاربعة الكبرى في تيان شوي انها تتنافس عليه زي عيلة مو وعيلة ليو. ولكن السيدة سو بكل نفوذها بتقدر تشتري الحجر الروحي لتشو. وقتها يوان وليو بيشيتوا على الاخر وبيسيبوا المزاد وبيمشوا.
بعد كده بنشوف تشو بيسأل السيدة سو عن كف الأمواج الغاضبة. كف الأمواج الغاضبة ذو السبع أضعاف. قوة النخيل الثلاثة للنخلة السبعة للأمواج الهايجة لا يمكن اعتبارها من بين فنون الدفاع عن النفس في العالم الغامض، إلا إنها عادية. وبتكمل وبتقول له المهارات القتالية مماثلة لمستوى الشوان المتوسط، فعلى الرغم من إن الفن القتالي ده قوي ولكنه بيحط عبء كبير على الجسم، ولو ما خدتش بالك وانت بتمارسه وقتها ممكن تموت. وبتطلب سو من تشو إنه يخلي باله ويكون حذر وهو بيمارس الفن القتالي. وبعدها بنشوف تشو بيتدرب على طيات كف الأمواج الغاضبة السبعة، وبيقدر يوصل للفصل الرابع بس، وده شيء بيخليه متضايق، وخصوصا ان مفيش وقت قدامه، الوقت ضيق على الاخر. وتجنيد طائفة شوانجيان هيكون بعد بكرة، ولكن بيقرر تشو انه يرجع البيت في الاول علشان يختبر قوة سيف المعدن الاسود، سيف لون غيوان، واللي كان خده من المزاد. وبيطلب من خادمة روها ان محدش يزعجه. وبيبدأ تشو يدرس قوة السيف اللي ليه علاقة ببرج الفوضى الاعلى. وساعتها بيقول لنفسه السيف ده قوي، وبرج الفوضى الاعلى شبه سلاح سحري فضائي، وبيساعده في جمع حبة تجميع الليتشي. فبياخد تشو الحبوب وبيقدر يفتح 7 خطوط من خطوط الطول ال8. وقتها بيكون تشو مبسوط وبيقول لنفسه كده فاضل الخيط الاخير بين الحياة والموت، وهو ممر الذراع الحديدي للحياة والموت. وبيسأل نفسه إذا كان هيقدر فعلا ينجح ويفتح سلالة الحياة والموت ولا لا، وخصوصا إنه قليلين بس اللي قدروا يعملوا كده. ولكن على طول بيشجع نفسه وبيقول أنا لسه العبقري رقم 1 في مقاطعة تيان شوي. وفعلا بعد شوية بينجح تشو وبيفتح آخر خط طول. وفي احتفال طائفة شوانجيان بنشوف تشو مبسوط، وبيقول ان الطائفة ولمدة 10 سنين كل سنة بتجند 20 شخص بس. وفي نفس ذلك الوقت بيجي يوان ومعاه ليو. ساعتها البعض بيمدح فيه لصغر سنه، لانه بالرغم من كده وصل للمستوى السادس، وعشان كده بيشوف البعض انه لازم يكون قائد المنافسة الاستثمارية دي. بعد كده بتبدأ المسابقة وبيتقدم يوان ومعاه ليو وكمان تشو. ساعتها ليو بتكون مصدومة ان تشو قدامها، وساعتها بتسأل نفسها هو ازاي صلح الداني تام بتاعه. فهنا يوان بيطمنها وانه خلاص ما بقاش العبقري بتاع مقاطعة تيان شوي زي زمان. اما بقى تشو فبيكون مستغرب من بجاحة ليو، وان ازاي بعد كده تظهر قدامه عادي، وكمان مع يوان اللي خانته معاها. لا ده البجاحة وصلت عندها الليفل الوحش. بعد كده بنشوف يوان بيتحدى تشو وبيقول له انت مش جدير بالالتحاق بطائفة شوانج يوان، لانه لسه ما وصلش حتى للمستوى التاسع ولسه في المستوى السادس. في اللحظه دي بيستجمع تشو قوته وبيثبت للكل انه فعلا جدير بالطائفه. ساعتها اللورد يانج بعد ما كان بيطرده من المسابقه بيتفاجئ من وصول تشو للمستوى التاسع من ثقل الجسم، وكمان لانه وصل في فتره صغيره وبيكون مذهول. وده بقى بيكون اللي مش عاجب يوان، اللي بيفضل مش مصدق وبيقول هو مش فقط زراعته ولا دي كانت كدبه. وبينضم تشو للمسابقه زيه زي يوان وليو، وبتبدأ ليو الاختبار في الأول وبتحط إيديها على حجر مستوى خط الدم. ساعتها الكل بيكون مبهور بمستواها وبيقولوا هي فعلا ملكة. في الوقت ده ليو بتتضير لتشو وبتتنك عليه وبتستهزأ بيه، يعني خاينة وكمان قليلة الأدب. وبعد كده بيتقدم يوان للاختبار ومستواه بيفوق ليو كمان، وده اللي بيخلي اللورد يانج يكون مبهور ومعجب جدا بقوة يوان، وبيقول عنه ان هو الوحش الحقيقي. وبينادي الناس وقتها بالعبقري لمقاطعة تيان شوي. وفي وسط تهليل الناس ليوان بيتقدم تشو للاختبار، وبمجرد ما بيحط ايده على الحجر خط الدم بيشع الضوء من ايده من كل ناحية. وبتتصدم ليو ان تشو وصل لمستوى التأهيل المتوسط، واللي بيكون سلالة الفيلة على مستوى السماء، وبتظهر خطوط الطول ال8 لتشو. في اللحظة دي اللورد يانج بيكون مش مصدق وبيقول ده فتح خطوط الطول ال7 وكمان فتح الوريد الأخير، ده معناه انه وصل لأرض العجائب الأسطورية. هو ده العبقري رقم 1 السابق لتيان شوي. في الوقت ده بنشوف تشو بيتكلم بينه وبين نفسه، بيقول نتيجة الاختبار دي غلط. برج الفوضى الأعلى في بحر الجثث الخاص بيا دلوقتي بينبعث منها الضوء الروحي واللي اندفع على حجر يانزي، واللي وصلت السلالة اللي بترشدني لشيء أبعد من السماء. وبيكمل وبيقول والنور الروحي هو اللي ساعدني على التلاعب بمستوى السلالة بتاعتي، ولو تم اكتشاف ده فأنا هخاف وقتها إن عيلة داشيان تكون تحت المراقبة. أنا مش عارف اللي أنا فيه ده فعلا نعمة ولا نقمة عليا. بعد كده بيفضح تشو ليو ويوان قدام الكل وبيحكي حقيقة غدرهم ليه، وإنهم إزاي خططوا يسحبوا منه زراعة سلالته باستخدام يوان لمهارة السحر والدم، والمفروض إن ده شيء محظور عندهم. وبيتهم ليو إنها خاينة وما عندهاش قلب وعاملة زي التعبان.
في الوقت ده بقى بيجي الشيخ لو واللي بيكون والد يوان، وبيسمع كلام تشو فبيخاف على ابنه، وبيقرر يوقف تشو، وبيدعي ان كل كلامه افترى وانه كذب، وعلى طول بيهاجم تشو. ساعتها تشو بيقول في نفسه زراعة العالم ده هي فنون الدفاع عن النفس، وهو وصل لمستوى تشي الحقيقي واللي بيكون سيف البحر الملون. في الوقت نفسه بنشوف الشيخ لو بيتكلم مع نفسه، بيقول هو ما يقدرش يقاوم طبقات سيف التسعة ولو حاول هيموت. بعد كده اللورد يانج بيروح لتشو بيقومه بعد ضربة الشيخ لو، فهنا بيسأله تشو هو ليه الشيخ لو هنا، فبيقول له اللورد يانج انه عضو في جناح لينج فو، وبيكمل وبيقول لتشو انت تعرضت للتخويف وبصفتي سيد الجناح لازم اقف جنبك. وبعدها بيروح ليوان وبيهزقه وبيقول له انت جريء قوي، ازاي تستخدم التقنية المحظورة لمهارة الشيطان والدم. ساعتها يوان بيحاول يدافع عن نفسه، وبسرعة بيقف أبوه قدامه وبيحاول يحمي ابنه، وبيقول للورد يانج هو أنت فعلا مستعد تقاتل ضد عيلتي؟ يا ابني احنا أسياد تقنية التحول البحري ودي مش من السهل التعامل معاها. ولكن اللورد يانج ما بيخافش من تهديده. ساعتها الشيخ لو بيقول له أنا رئيس مقاطعة تيان شوي، يعني ازاي تتجرأ وتلمسني؟ فاللورد يانج بيقول له اهدى انا وانت مش هنعمل حاجه، ولكن لو طلع فعلا يوان بيستخدم مهاره الشيطان والدم علشان يسلب الناس سلالتهم فاكيد وقتها مش هيفلت من عقوبه الموت. وقتها الشيخ لو بيشيت على الاخر من كلام اللورد يانج، وساعتها بيستخدم قوته فبتظهر حواليها للطائفه ذبح الدم. وكمان الطائفة الشيطانية دي معروفة بعمليات القتل الكتير قوي، هي والعدو اللدود لطائفة سيف شوان. وساعتها وعلى طول بيظهر شيطان ضخم فبيخاف الناس وبيهربوا. في الوقت ده بيستغل الشيخ لو ابنه الفرصة وبيحاولوا يهربوا بعد ما اتكشفوا، لا ده عايزين يهربوا من مقاطعة تيان شوي خالص مع الشيطان. فبتمسك ليو في رجل يوان وبتطلب منه ياخدها معاه، ولكن هو بيتخلى عنها. هو ده فعلا جزاء الخائن، يلقى الخيانة مثل ما خان. ساعتها الشيطان بيقول له خدها معاك، هي عندها نبض اليين التلاتة المميت، وكمان هي خبيثة ومكارة وبطبعها بتميل للشر. فبيمد يوان ايده ليه وبياخدها معاه. بعد كده بتيجي السيدة كوايفنج وبتأمر تشو ينحني ليها علشان يكون تلميذها، وخصوصا انه بقى التلميذ الرابع لطائفة شوانجيان. ساعتها هي بتديله الرمز المميز وده علشان يروح للقمة الرابعة على طول وما يستناش الاختبار زي بقية التلاميذ. وبمجرد ما بتعرف روها بان سيدها تشو انضم لطائفة شوانجيان وخلاص هيروح بتترجاه انه ياخدها معاه، ولكن تشو بيرفض وبيحاول يفهمها انه ما ينفعش لانها ما عندهاش اي مهارات قتالية، وكون انه ياخدها معاه هيكون في تهور وممكن تتأذي. فهنا روها بتقتنع وعلى طول بيستخدم تشو نقطة من دم جوهر حياته علشان تقدر تتدرب على ما هو يرجع لها تاني. ولكن في اللحظة دي روها بتفقد وعيها، فتشو بيشيلها وبيقول لنفسه انا ما كنتش متوقع اني ممكن اوصل لسلالة الفوضى العليا، فممكن تساعدني اني اصحي سلالة الدم المتوسطة على مستوى الارض من جديد. وبعدها بيوعد روها انه هيرجع وياخدها معاه، ولكن لما يثبت نفسه كويس في طائفة شوانجيان. بعد كده بنشوف تشو واقف وبتجيله بنت اسمها لينج شيو، واللي بتكون هي تلميذة رئيس جمعية زيكسيا التابعة لطائفة شوانجيان، واللي بتكون جاية علشان تاخده لطائفة شوانجيان. ولكن اول ما بيشوفها تشو بيقول لها انت دخلت زراعة تعويذة التنفس لعالم الطاقة الحقيقي، وبيكمل وبيقول لنفسه واضح ان زراعتها اعلى مني. واول ما تشو ولينج بيوصلوا لطائفة شوانجيان بيكتشف تشو ان تلاميذ الطائفة متقسمين لمجموعات او جمعيات، ولكن هان اني رئيس جمعية شانيان اول لما بيشوف لينج بيعاكسها وبيحاول انه يجبرها انها تنضم لجمعيته، فهي بترفض ولكنه بيصر على رأيه. ساعتها تشو بيدافع عنها وبيقف قصاد هان، ولسه هان هيتخانق معاه، ولكن وفجأة بتظهر الأخت الكبرى واللي بيكون اسمها زو شيوي وهي في عالم التحول البحري. ساعتها هان بينحني قدامها ولكن زو مش بتعبره، وبتروح لتشو بتكون مبهورة بيه وبتقول له مش غريب ان السيدة تاخدك تلميذ ليها. وبعدها بتاخد تشو للمكان بتاعه في الطائفة، واثناء ما هم ماشيين تشو بيكلمها عن زراعتها. الاقوياء بس اللي بيدخلوا لعالم التحول البحري، واللي بيوصل للمستوى ده بيتم قبوله كتلميذ مباشر بالختم الرابع. بعد كده وفي اجتماع لمجلس طائفة شوانجيان بنشوف اللورد يانج وهو بيضحك وبيكلم اعضاء المجلس عن تشو، بيقول لهم اخيرا ظهر من جديد تلميذ لسلالة سماوي لطائفة شوانجيان. وبيكمل وبيقول هو قدر يفتح خطوط
خطوط الطول الثمانية، وكمان قدر يمارس فنون الدفاع عن النفس الأسطورية العليا. ساعتها زعيم الطائفة وكل رجالة المجلس بيكونوا مبسوطين من اللي بيسمعوه، بيكونوا سعداء بالمستوى بتاع تشو، وبيوصفوا تشو بالعبقري، وبيتنافسوا بينهم وبين بعض على مين ياخده كتلميذ عنده. ولكن السيدة كوفينج بتيجي وبتصدم الكل، وان تشو لا خلاص معلمة. ولكن هنا زعيم طائفة شوانج يان بيكون له رأي تاني، فبنشوفه بيبتسم وبيقول للكل خلاص وقفوا القتال، تلميذ زي ده محتاج انه ينضم لاسلوب طائفة السيف المعلق، وزعيم طائفتنا ما عندهوش اي تلميذ. ساعتها الكل بيعترض وبيرجعوا يتخانقوا من جديد. في اللحظة دي بيطلب زعيم الطائفة انه يستدعي تشو علشان يختار بنفسه هو عايز يكون تلميذ لمين فيهم. فاللورد يانج بيرد وبيقول له هو بالفعل تشو اختار السيد الرياح، وهنا قصده على السيدة كويفينج طبعا. ولكن ده مش بيعجب الاخ الثالث الاكبر. في الوقت ده بيتغير الجو بره القاعة وبيكون في رعد جامد في السماء، فبيخرج الكل من القاعة علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. هنا بقى بيتكلم زعيم الطائفة وبيقول ده في تغيير في اتجاه القمة الرابعة، وبيتفاجئ بان المسؤول عن التغيير ده هو بطلنا تشو. ساعتها زعيم الطائفة بيروح لتشو بيقول له ايه اللي بيحصل بالظبط مع الطرف الرابع. فهنا تشو بيقول له انه زرع الهيئات الخمس العليا. فهنا بيقول الزعيم لنفسه وهو قلقان مش لازم نسمح للظاهرة الغريبة للسماء والأرض إنها تستمر في الظهور أكتر من كده، ده شيء مش كويس لو عرفت القوى المعادية لطائفتهم بالموضوع، وكمان هتكون مشكلة أكبر لو عرفوا بأمر تشو، أكيد هيحاولوا إنهم يختلوه بأي تمن. وعلى طول بيأمر تشو بإنه ينضم للقوات وينعزل بين السماء والأرض. في الوقت ده كويفينج هتعمل تشكيل لحماية الجبل، وفي نفس الوقت الزعيم والأخ السادس هيتحدوا سوا، وده بس علشان يفرقوا السحب الغامقة في السماء. وفعلا بينجحوا وبتختفي الظاهرة خالص وبيرجع كل شيء طبيعي. وبيقف الأخ السادس وكويفينج يتكلموا عن تشو وإنه فعلا عنده موهبة وبكرة يوصل لمستواهم ويكون منافس ليهم كمان، وإن وجوده في الطائفة هيكون ليه فايدة كبيرة للطائفة. في الوقت ده بنشوف شخصين متخفيين من طائفة شر الدم واقفين من بعيد وبيشوفوا كل اللي بيحصل، وبيسأل واحد منهم التاني بيقول له هو كان في اي حركة في طائفة السيف المعلق؟ فالتاني بيقول له كان في رؤية في السماء ولكن اختفت بسرعة، لازم نروح نبلغ زعيم طائفة الشر. وبمجرد ما بيختفوا بتظهر كويفينج والاخ السادس، وهنا الاخ السادس بيقول لكويفينج كده كويس، شكلهم كده ما اكتشفوش بالظبط اللي كان بيحصل. فهنا كويفينج بترد عليه بكل ثقة وبتمدح في قوة تشكيلها لحماية الجبل. بعد كده بنشوف تشو قاعد لوحده بيتدرب علشان يوصل للجسم المثالي، ولكن فجأة بيحصل انفجار وبتكون النار في كل مكان. وبنشوف تشو بيقول لنفسه بالرغم من اني طاهر ونقي من جوه بس ما كنتش متوقع ان الضرر يكون كبير بالشكل ده ويمتد الدانيتان ل100 ميل. انا مش عارف عدد الموارد اللي ممكن استهلكها في المستقبل. وبعدها بنشوف تشو بيروح لسوق طائفة شوانجيان، ولكن وهو ماشي في السوق بيقول لنفسه هنا في طائفة شوانجيان لا يمكن استبدال الموارد الا من خلال نقاط المساهمة، لازم استبدل قيمة المساهمة دي بالمهام. ولكن وفجأة بيلاقي لينج وراه من غير ما يحس بيها، فبيتفزع وبيقول لها انت ليه دايما بتمشي بالراحة، انت خوفتيني يا شيخة. وبتهنئ لينج شو على اختراقه وبتقول له انا مش عارفة انت بقيت التلميذ المباشر بالسرعة دي ازاي. وبعدها بتيجي وان زعيمة جمعية لينج وبيكون معاها تلميذتها المباشرة شيمين ياليو وبتعتذر منه على صراحة لينج. في الوقت ده لينج بتكمل في السذاجة بتاعتها وبتقول لتشو ان معلمتها تولت مهمة قتل ثعبان الدم واللي بيدمر المدينة البشرية واللي في مستوى زراعي يقارب المستوى الخامس للمحارب البشري، وبتسأله لو كان عايز يجي معاها. فبطلنا ما بيصدق وبيلاقيها فرصة علشان يجمع نقاط المساهمة علشان يقدر يشتري الموارد اللي محتاجها، فبيوافق على طول وبيقول لها ماشي. في الوقت ده بيجي هانو وتلميذه هوانج بينجي وساعتها بيتريقوا على تشو وبيطلب هان من واني انهم ينضموا ليهم، لكنها بتكون عارفة ان نواياه سيئة خصوصا انه قبل كده تسبب في قتل مجموعة من التلاميذ، وبتحاول ترفضه لكنه بيهددها بمنصب عمه الاكبر. فللأسف بتضطر توافق وبيروحوا كلهم للمهمة لمخبأ الوحش على جبل النمر الرابض. ولكن أثناء ما هم في طريقهم بيحس تشو بالأرواح الشريرة فبيطلب من الكل إنهم يستنوا، وبعدها بيقول لهم خلينا نكون حذرين لأن الثعبان الوحشي ده شكله مش سهل خالص، لكنهم مش بيصدقوه وبيكملوا في طريقهم.
وبتفضل لينج بس مع تشو. وبالفعل بعد شويه بيظهر الثعبان الوحش وبيهاجم بقيه المجموعه. في الوقت ده بيقرر تشو انه يروح ويساعدهم لانهم في الاول والاخر من نفس الطائفه، على الرغم من طلب لينج انه يسيبهم لانهم خبث معاه وبيحتقروه. فبيقول لها لازم نقضي على الوحش ده بدل ما يفضل مكمل في عمل الفوضى، وما تقلقيش عليا انا هعرف ازاي احافظ على حياتي. بعد كده بنشوف الشيطان المتنكر في هيئه ثعبان الدم بيهاجم تلاميذ طائفه شوانجيان، ولكن بيتفاجئ ثعبان الدم بحد بيهاجمه من الظهر، وبيتساءل مين اللي عنده الجرأة علشان يهاجمه من الظهر. ولكن في اللحظة دي بنشوف تشو واقف بكل قوة وبيتحدى الشيطان المتنكر في ثعبان الدم. في الوقت ده تشو بيقول بكل ثقة هو انا عورت الوحش ده فعلا من الضربة اللي وجهتها له حالا، وبيقول لازم تبقوا واثقين احنا اقوى منه. ولكن في اللحظة دي بنشوف هان غضبان وبيقول لنفسه حتة العيل ده اللي لسه واصل لأرض العجايب ازاي قدر يسيب الشيطان المتنكر ده، صابه إصابة خطيرة بضربة واحدة. بعد كده بنشوف الشيطان المتنكر في هيئة ثعبان الدم بيغضب وبيقول حتى لو اتأذيت فهي مش خسارة كبيرة لقوتي، وخصوصا لو كان زبالة زيك هو اللي أصابني فمش ممكن قوتك تتقارن بقوتي، انت مجرد ساذج وفاكر نفسك قوي. في الوقت ده بنشوف صاحبنا بيتجرأ وبيحاول يهجم بسيفه على الشيطان المتنكر في هيئة ثعبان الدم وبيقول له انت لسه مجنون جدا حتى بعد إصابتك، انت ازاي لسه بتفكر تتحدانا؟ انا عايز انتقم من الامبراطور الملكي واقتله. في اللحظه دي تعبان الدم بيوجه له ضربه واحده بيقطع دراعه وبيضحك وبيقول له حتى مع قوتك الصغيره مش ممكن حتى انك تحاول تتنافس معايا، انت مجرد عيل نكره ولا حاجه، واللي انت بتعمله ده حلم مجنون مش هتقدر تحققه. في الوقت ده بنشوف تشو بيستخدم قوه كف الفراشه الجنيه الهائجه وبيهجم بكل قوه على ثعبان الدم فبيصيبه بشده وبيرميه على الارض. بعد كده بنشوف الكل واقف مصدوم، الكل متفاجئ من مدى القوة اللي تقدر تقضي على ثعبان الدم، وبيشوفوا ان الهجوم مخيف وتشو قوته سحرية، وبيتساءلوا ازاي ممكن لشخص من المستوى الاول يقتل ثعبان الدم بضربة واحدة. في نفس الوقت بنشوف هان واقف مصدوم وبيقول لنفسه لحسن الحظ اني ما دخلتش مع تشو في معركة، انا كنت دايما عايز ادي تشو جيان درس من اول ما شفته، بس بمجرد ما بصيت للوضع الحالي اللي حواليا فانا لو دخلت فعلا في معركة معاه كل اللي محتاجه بس هو الكف علشان يقضي عليا ويقطعني الحتت. بعد كده بنشوف هان بيجز على اسنانه وبيكمل مع نفسه وبيقول الراجل ده قوته تجاوزت زراعته من فترة طويلة. في الوقت ده هان بيغير من تشو وبيتساءل ليه مش هو اللي بيتمتع بالموهبة الشريرة دي. بعد كده بنشوف وان بتحذر تشو لان تعبان الدم بيفوق مرة تانية، ساعتها بيهجم على تشو من الظهر وبيوجه له ضربة قوية بيخليه يخرج دم من بقه وبيقول له اصحى يالا، هو انت فاكر فعلا ان انت من السهل تتعامل معايا؟ عايز تهزمني بكف واحد؟ واضح اني لازم اظهر شويه من المهارات الحقيقيه اللي عندي. وفي اللحظه دي بتظهر هاله كبيره من الطاقه الشريره حوالين الشيطان المتنكر وبيوجه كميه كبيره من القوه الناريه في اتجاه تشو، ولكن بيتفاجأ بان القوه بتنفجر وبتتطاير بعيد، وبكده تشو مش بيتعرض لاي اذى. في الوقت ده بيتساءل ثعبان الدم ازاي ده ممكن يحصل. في نفس الوقت الكل بيتفاجئ. بعد كده بيظهر تشو واقف بكل قوه وحواليه بلورة الدفاع وبيقول لثعبان الدم ليه ما ظهرتش مهاراتك الحقيقية؟ ولو دي مهاراتك الحقيقية ليه ما اخترقتش دفاعاتي؟ ولكن في الوقت ده بنشوف ثعبان الدم ضعيف وبيقول مستحيل تلتئم كل الجروح اللي موجودة في جسمك بالسرعة دي، ده انا نفسي عضلات الديل بتاعتي اتصابت بجروح خطيرة ومفيش اي طريقة من خلالها التعافي بالسرعة دي. فبيرد تشو بكل قوة وبيقول له انا بقى بقدر اتعافى بسرعة، وطالما ما تمش استنزاف الدم ممكن للجسم المادي انه يتم شفائه لما لا نهاية، بس لو في حالتك دي وقوته صغيرة الافضل انك توفر وقتك وتطلب الرحمة. في اللحظة دي بيتفاجئ ثعبان الدم وبيتساءل ازاي تشو اتجرأ يتكلم بالطريقة دي. بعد كده بنشوف تشو بيستخدم الوعي الذاتي وبيكون هالة من الطاقة بين ايديه واللي بيصدر عنها كمية كبيرة من الرعد. في الوقت ده بيشوف كل طلاب طائفة شوانجيان ان تشو بيتعامل بكل ثقة، الوقت خلاص قوته بقت مرعبة. وفي الوقت ده الطلاب بيتساءلوا ايه هي القوة اللي عنده، ولكن في الوقت ده تشو بيواجه كف فراشة الجنية الهائجة لثعبان الدم فبيرميه على الارض وبيكون خلاص هيموت. في اللحظه دي بيشوف تشو ان ثعبان الدم عنيد جدا لدرجه انه ما ماتش لحد دلوقتي وبيهدده انه هياخده للرحله الاخيره علشان يقضي عليه تماما. ولكن في الوقت ده ثعبان الدم بيحاول يهرب، فهنا وان بتستخدم سمها وبتوجهه لثعبان الدم وده علشان تعطل حركته.
وفي نفس الوقت تشو بيوجه قوة المغناطيس لثعبان الدم فبيقضي عليه. بعد كده بنشوف تشو بيقع على الارض من كميه الطاقه اللي استخدمها. في الوقت ده لينج بتحاول تطمن عليه فبيطمنها انه مفيش مشكله وان ده مجرد احساس بالارهاق لانه استخدم كتير من القوه. وفي الوقت ده تشو بيقول لنفسه على الرغم ان القدره العلاجيه للجسم الاعلى قويه جدا لكن الموضوع بيتطلب مجهود بدني كبير جدا ولحسن الحظ انا قدرت اتعامل بنجاح مع ثعبان الدم قبل كده. بعد كده بنشوف شيمين بتقول لتشو انت حليت المشكله كلها لوحدك، ثعبان الدم ده كان قوي جدا. بيفهمها تشو ان لحسن الحظ ان هم واجهوا حاجه زي دي بس لو كان العدد قليل هيقدروا عليهم لكن لو العدد كبير هيواجهوا صعوبه. وفي نفس الوقت سي بيشوف ان تشو قدر يحميهم كلهم وكمان قدر يهزم ثعبان الدم من كل الاتجاهات. بعد كده بيطلع تشو الدواء علشان يعالج جروحه وبيطلب من سي يساعده ولكن في اللحظه دي بيتدخل هاني الشرير وبيضحك. المغلول بيضحك ضحكه شريره. واضح ان انتوا الاتنين بتحبوا بعض دلوقتي وده اللي انا شايفه. فبترد وان وبتقول له ايه اللي انت عايز تعمله بالظبط. في اللحظه دي هان بيرفع سيفه وبيقول لها هو مش واضح بما فيه الكفايه ايه اللي انا عايز اعمله؟ انا عايز اخلص من تشو جيان تماما، عايز اقضي عليه. وبالفعل بيوجه هان سيفه لتشو بيقول له ما تلومنيش، لو هتلوم لوم نفسك، انت اللي ما كنتش مركز بما فيه الكفايه وللاسف كشفت عيوبك قدامي. في الوقت ده وان بتقول له انت مجنون، ايه اللي انت بتفكر تعمله ده انقذ حياتنا كلنا حالا، لو قتلت حد من زملائك التلاميذ مش هتقدر تهرب حتى بعد ما ترجع للمدينه. في اللحظه دي بيضحك هان ضحكه شريره وبيقول لها مفيش حد هيعرف اني قتلته لان كلكم هتبقوا متوا على ايد ثعبان الدم. اما ثعبان الدم فهيموت على ايد البطل هان في مهمه ازاله الاذى عن الناس وهيبقى انا اللي قتلت ثعبان الدم والبطل اللي انتقم لموت اصدقائه. بعد كده بنشوف سي بيغضب من هان اللي هدد الكل بانه هيقتلهم ولكن في اللحظه دي سي بيهدده ما يقتلوش ولكن في اللحظه دي هان بيتعامل بكل برود ما بيهموش اي حاجه ولا حتى تلاميذه. في اللحظه دي بنشوف شيمين بتتراجع وبتترجاه ما يقتلهاش وبتوعده ان هي مش هتقول اي حاجه بس هان بيشوف ان هو مش لازم يثق في اي حد ابدا على قيد الحياه وبيقول الميتين بس هم اللي بيقدروا يحفظوا الاسرار. في الوقت ده بيقوم تشو وبيتساءل لو هان فاكر نفسه انه هيقدر عليهم فعلا ولكن في الوقت ده هان بيكون شايف ان تشو خلص كل الطاقه اللي عنده في المعركه يعني فاكر انه مش هيقدر يعمل اي حاجه وانه هيقدر يقتله بكل سهوله. بس تشو بكل ثقه بيسال هان وبيقول له لما انت واثق قوي كده ايدك بترتعش ليه؟ في اللحظه دي بقى بيغضب هان وبيندفع بقوه بيوجه السيف لتشو ولكن المفاجاه ان لينج بتظهر فجاه وبتنقذ تشو بتلحق هان قبل ما يقتله وبتوجه له ضربه قويه بتقطع راسه. بعد كده بنشوف لينج واقفه مصدومه لانها اول مره تعمل حاجه زي كده. في نفس الوقت بيبقى تشو معجب بقوتها وانها قدرت تقتل هان بضربه واحده. في الوقت ده بتشوف لينج ان ده بفضل التعويذه الخاطفه لانقاذ حياتها اللي اداها لها تشو، غير كده ما كانتش هتقدر تقتله. بعد كده بنشوف وان بتسال تشو ايه اللي هيعمله بجسم ثعبان الدم ولكن في اللحظه دي سي بيتدخل وبيفهمها ان جثه ثعبان الدم مغيطه بالكنوز وليها قيمه عظيمه ولازم ياخدوها معاهم وهم راجعين للطائفه. وبيشوف سي ان هم مش لازم يسيبوا الموضوع يمر كده يعني لازم يستفيدوا بحاجه. بعد كده بنشوف تشو بيستخدم الشاره اللي معاه وبيحاول يستعين بحد علشان يساعدهم ولكن بيطلب من زمايله ياخدوا استراحه الاول. في الوقت ده بتظهر الاخت الكبرى زو وبتكون زهقانه وبتساله ليه ما يهربش لما يواجه شيطان كبير زي ثعبان الدم وطالما بيعتبرها اخته الكبيره ليه في الوقت ده ما طلبش منها المساعده. بعد كده بتشوف زو جثه هان واللي بتشوف انه كان جريء جدا وفي اللحظه دي بتسال ازاي هان كان عنده الجرأه انه يهجم على الشخص اللي ختمت بيه الرساله الرابعه وبتشوف ان هان كان لازم يموت ويستحق اكتر من كده يعني لو كان وقع في ايدها ما كانش الموضوع هيبقى بالبساطه دي، كانت هتعذبه قبل ما تموته. بعد كده بنشوفهم بيستعدوا علشان يمشوا واللي بتمسك زمام الامور الاخت الكبرى زو وبياخدوا معاهم ثعبان الدم علشان يحصلوا على المكافاه. وفي طائفه شوانجيان بيحصل تشو على 700 نقطه مساهمه وده لانه قتل الشيطان الكبير المتنكر ثعبان الدم وده شيء بينتمي للمهام اللي من الدرجة الأولى وعلشان كده تشو كان لازم يحصل على مكافأة من الدرجة الأولى. غير كده خلال المهمة ساعد تشو الكل علشان ينجو من الموت بأعجوبة ولكن في الوقت ده بيشوف تشو ان هو مش لازم ياخد المكافأة ليه لوحده ولازم يهدي كل أعضاء الفريق مكافآت. في اللحظة دي بيفرح الكل
بعد كده بيشوف انه ممكن يستبدل الموارد اللي محتاجها بنقاط المساهمة، وفي نفس الوقت بيشوف ان الموارد اللي هيحصل عليها دي هتكون كفاية علشان يستمر لفترة من الوقت. بعد كده بنشوف تشو في غرفته بيستعد للزراعة، وبيتكون قدامه هالة من الطاقة، وبيقول لنفسه هي دي المرة الأولى اللي بستخدم فيها طريقة التكوير علشان أصنع الأكاسير، ومش عارف إذا كان ده هيشتغل ولا لأ. ويا ترى بقى تشو هيعمل إيه هو واللي معاه؟ ويا ترى هينتقم إزاي؟ ما زال هناك بقية للأحداث، فعلشان بإذن الله يوصلك كل فيديو جديد ينزل على القناة أول بأول، انزل تحت اشترك في القناة وحط لايك للحكاية، ويا ريت ما تنساش الأهم من كده، اذكر الله وصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام.